بحلف بالله موجود ويعلم نفسه، مش زي الناس هو في حد ما يعرفش نفسه. تمام. هستنى الناس تيجي تعلمني من انا؟ لا، دي هم فهموها يعني مع احترامي. تمام. من المهدي المنتظر؟ المهدي المنتظر هذا رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما هو بنبي ترى. المهدي يعني هو رجل من أمة محمد، والمشهور أن المهدي يعني من ولد فاطمة رضي الله عنها. موجود والله العظيم موجود، بحلف بالله موجود ويعلم نفسه، مش زي الناس هو في حد ما يعرفش نفسه. تمام. هستنى الناس تيجي تعلمني من انا؟ لا، دي هم فهموها يعني مع احترامي. يعني أنه من ولد الحسن، من ذرية الحسن بن علي، فهو رجل صالح من أمة محمد، بل من ذرية فاطمة رضي الله عنها. أما أين سيخرج الله أعلم، لا يعلم من أين سيخرج. هو يعني رجل قد جاء في بعض الروايات يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. قاف الآيتين 41 و 42 ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هل دي لها علاقة بيوم الخروج سنة ولا بخروج البعثة؟ 90% من المفسرين يتحدثون انها خاصة بالامام المهدي، سنة قبل الشيعة. بس الآيات المكملة بتتكلم عن الآخرة. ما انت اقف بقى هنا. نعم. حضرتك يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. نعم. إنا نحن نحيي ونميت. نعم. انت ايه رايك في الأمة العربية؟ ميتة. نعم. تمام. فربنا سبحانه وتعالى لأن الله هو المتكلم هنا، الوقفة بتاعت ذلك يوم الخروج وقف. نعم. وهي نهاية آية. هيبدأ ربنا سبحانه وتعالى ينتقل لمشهد آخر، المشهد الآخر ده منصب على الدنيا ايضا، على الدنيا، رغم ان هو هنا هيتكلم بقى ان نحن نحيي ونميت. واخد حضرتك؟ يوم تشقق الارض عنهم سراعا، هنا هيتكلم عن ايه؟ عن الاخره، انما من قبلها الاحياء والاماته. واخد حضرتك؟ بيتكلم ان الخروج ده احياء لامه شبه ميته فعلا. نعم. واخد حضرتك؟ ودي عظمه القران العظيم، انه حمال للاوجه، وتلاقي الفيض لأن الله هو المتكلم مش بشر. خبر حضرتك؟ فتجد المعاني ثرة وفياضة، وتروح مديالك كل الوجوه. ففي وجه منها جاي على الخروج ان هو الخروج الدنيوي. خبر حضرتك؟ نعم. وإلا طب من مكان قريب، ايه هو المكان القريب الأول؟ بس من المنادي؟ ما هو سيدنا جبريل. سيدنا جبريل. وما هو المكان القريب؟ يعني الرأي طبعا الأعظم هو مكة المكرمة يعني. ولا بيت المقدس؟ لا، مكة المكرمة. في رواية تقول ان هو هيقف بين الاثنين. في رواية المنادي بتاع دمشق اللي هو البعض خدع على نفسه ان هو بشر. لا، في روايات بتقول في رواية يعني تدي المحا ان هو صوت واحد بشر، انما لا، الحقيقة في روايات اخرى بتتكلم برضه ان هو سيدنا جبريل. لا طبعا مكة المكرمة. نعم. الخروج في مكة. نعم. لا، انا اقصد المكان يوم ينادي المنادي من مكان قريب. بص كل طب وليه مسمى قريب؟ هو قريب من ايه؟ ما قريب من مكة. قريب من مكة. نعم. يعني هل على حدود مكة مثلا؟ ممكن. حضرتك يعني حاول تتصور ان القرآن هنا هيفتح. ولا قريب من السماء الدنيا؟ برضه ممكن الصوت جاي من السماء، ممكن قريب من السماء الدنيا. نعم. خبر حضرتك؟ وبس هو من اعلى مكة. طيب في هنا بقى اشكاليه البعض ممكن يقف عندها. طب المنادي سيدنا جبريل عليه السلام هينادي باسم الامام واسم ابيه. حلو. وميعاد الخروج وهو ميعاد الظهور. لا، هو في قبل الخروج مباشرة في نداء، وفي صيحة او نداء في شهر رمضان. جميل. يعني قبلها ب3 شهور مثلا. 3 شهور. حلو. كده حاجه بقى عندنا صيحتين. طيب خلينا في الصيحه الاولى دي بتاعت رمضان. او بشكل عام الصيحه. احنا كعرب هنسمعها عربي. كل العالم هيسمعها كل بلغته. يعني سيدنا جبريل الروايه ان كل يسمعها بلغته. دي روايه في السنه بقى. طبعا، وفي السنه وفي شيء. بص حضرتك، في الخروج الروايات متحده في السنه والشيعه. ان مهديكم فلان ابن فلان خارج من مكه فبايعوه. ايوه. نعم. فاتبعوه فبايعوا. نعم. واسمه اسم والده. يعني هتبقى المفاجآت عظيمه. احنا قلنا قبل كده لان الروايات يعني بتؤكد ان الاسم خفي.
نعم، هو يوم يسمعون الصيحة بالحق. الحق هنا هو الإخبار باسم سيدنا الإمام. ودي تدي لك بقى عشان اللي بيهلوسوا ويقول لك اصل ممكن بقى بيعدوا للصيحة المضادة ما دي بقى جميل. ماشي. الصيحة المضادة أولا لن تتشابه ولن تسمع العالم كله بلغته، لكن قدرة نعم. شيطان مهما أوتي ولا حاجة. أنت بتتكلم عن الأمين جبريل، أنا بكلمك عن يعني هنروح للصيحة الكاذبة، بس خلينا الأول نتكلم. المقصود هنا الصيحة بالحق، الحق اللي هو اسم الإمام ومعلومات عنه. لا، وبالحق للحق، لأن دي الحقيقة. نعم، يعني هي الصيحة نفسها كمان بالحق، وهي من الحق، يعني هي كلها تجليات اسم الحق. نعم. فعمر الباطل ما يقف امام الحق عشان تمام. بس هلوسه الهولوجرام ومش الهولوجرام، شويه التفخيم هنروح اللي عاملين بيتكلموا بعبثيه. هنا بقية الآية ذلك يوم الخروج. اللي أنا أفهمه كده من الآية إن ساعة الصيحة هو يوم الخروج. ما هو دي حقيقه، بس هنا في تعارض مع السنة بقى. لا، ما فيش تعارض. مع بقول لسيادتك السنه فيها صيحتين. نعم. صيحه قبل الخروج في شهر رمضان، يعني بيدي تنبيه. ودي اللي بتاكد انك هتسمع نفس الصوت، اللي هو ما ينفعش بقى الشيطان ولا حد يقلد ولا يعمل. عشان اقول لسيادتك ان السماء امنت القصه. نعم. فبس عشان العابثين يعني السنه اوردت ايضا ان في صيحه ساعه الخروج. جميل. حضرتك في المفاجأة أشرت أو لمحت يعني إن الصيحة الكاذبة ممكن تبقى بعد صيحة سيدنا جبريل بحوالي 6 ساعات. ممكن ممكن يعملوا اي حاجه. طيب. بس طبعا عبثيه. خلينا بس نحط افتراضات بقى للصحه الكاذبه دي. اقمار صناعيه ولا ميديا؟ والله دي اللي واقع فيها الجميع. كله بيتكلم. ما هو الميديا برضه هتعتمد على الاقمار الصناعيه. يعني مثلا صوت من القمر الصناعي هيجي مباشره. يعني عن سنه. بص يا دكتور، يعني ايه، معلش انا عايز التصور بتاعي هقوله للاخر يعني. اتفضل. ما اشيع في السنوات الاخيره عما يسمى ابواق السماء، انا ليا وجهه نظر في الموضوع ان هي دي اقمار صناعيه بيحاولوا يجربوا انها تيست. لا يا فندم، انا شرحتها لحضرتك تمام كده سريعا. بس اقصد في مناطق ظهر منها الكلام ده بعيد عن اي يا محمد بالصفائح التكتونيه في الكره الارضيه كلها 12 صفيحه. بس يعني في اوقات حصلت في امريكا واوروبا في وقت واحد. ايوه لان انت الصوت حسب ما هيجد اماكن الضعف اللي ينتشر فيها ويظهر. يعني ممكن تيجي في منطقه قاتمه، يعني الطاقه اللي فيها والكم الانصهارات المعدنيه مانع للصوت، فما يظهرش هنا. لا، يتسرب من هنا، من شكوك، من نوافذ، من يعني دي انفاق. يعني مئات الالاف الاقمار الصناعيه اللي هم عاملينها دي ليه؟ لا ماشي. ما انت شايفها مسيطره على الميديا كلها، وفي اقمار للتجسس، في اقمار لمتابعه الهواتف، لكن هي عشان هي ذاتيا تعمل الصوت ده. انا بقول لسيادتك الكلام ده كلام لا علمي، واسال اساتذه الجيولوجيا هيؤكدوا صحه كلامي. حركه الصفائح التكتونيه، وكل فتره ممكن تسمع الاصوات دي. وقديما على فكره كان في كتب بتتكلم عن حوادث غامضه. كان كتاب لحد برضو من اهل الشام من لغويين العجائب زي الحلبي وكلام من ده. فكان بيتكلم برضو عن اصوات زي كده كانت بتحصل مثلا من قرون، هي نفس حركه الصفائح التكتونيه. وبنصح الناس تشوف حلقه الدكتور مصطفى محمود عن باطن الارض. نعم. هيبتدوا يعرفوا بقى لا في خرافه الرماديين الهبل بتاع الهبل بتوع الماسون دول، ولا في اي شيء من ده، وحقيقه الارض وتكويناتها الجيولوجيه ايه هي. نعم. لا، الصفائح التكتونيه حضرتك تعمل صوت مفزع جدا. هي طبعا بتسبب زلازل. شوف صوت الزلزال بيبقى عامل ازاي. نعم. انا اذكر زلزال 92. كان له صوت صوت يعني يا فندم. انا شفت نساء قعدت تبكي في انهيار، وناس جريت، يعني رئيس الوزراء نازل يجري. نعم. حضرتك. انا ساعتها سجدت. انا فاكر سجدت، خليت كل البيت معايا سجد، بحيث لو أراد الله سبحانه وتعالى الأجل، زي ما بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبعث المرء على ما مات عليه. نعم. فنبعث سجدا لله. نعم. فطبعا صوت الزلزال حضرتك يعني فوق التصور إذا استمر مثلا، يعني إيه، حسب الدقائق، ثواني او دقائق. الصوت بيبقى 92 كان حاجه و50 سنه. لا، حاجه رهيبه يعني. فما بالك بقى لو استمرت 3 دقائق. طيب تصور حضرتك ايه عن الصرخه الكاذبه؟ يعني هيعملوها ازاي يعني؟
والله هي برضه بميديا وبشغل لا، هل تقصد حضرتك ميديا ان هم هيكذبوا او ممكن يشككوا ميديا. في صرخه سيدنا جبريل؟ لا، ما هو المقصود التشكيك في صرخة سيدنا جبريل، ولا هيذيعوا بيان ولا لا هي نفس الكلام اللي هيقوله سيدنا جبريل هيترد عليه بكلام معاكس. يعني ممكن يبقى الكلام لصالح السفياني، واخد حضرتك؟ هيبقى يعني السيناريو اشبه بهذا، ان هيحاول يضلك. ما هو برضه يا دكتور هيبقى مطلوب هنا معادله الصوت، قوه الصوت، يعني اجهزه. لا، سؤال يعني اقمار صناعيه. سؤال ماشي. الاقمار الصناعيه بص هقول لك حاجه، كل اللي اخترعوه واللي هيخترعوه، علما بانه النهارده في خطط لاطلاق مجموعه اقمار صناعيه من عده دول اصغر حجما من الاول، تعال بيطوروا نعم. في الحجم. اقول لسيادتك لو عملوا المليار من الاقمار الصناعيه هتبقى ايه في صوت سيدنا جبريل؟ ايوه، انا ما بقولش ان هو هيعادل كده الصوت. يوم يسمعون الصيحه بالحق. نعم يا دكتور، انا يبقى اذا انا متفق على ان هم مش هيقدروا يعادلوا قوه الصوت ومداه، ولا قوه الصوت ولا الاسم اللي هيتقال. حلو، بس اقصد يقدروا يصنعوا صوت. يكون خليفة على المسلمين من 7 سنين إلى 9 سنين. من اللي يطلب الخلافة؟ المسلمين يلحقون يطلبون يكون خليفة عليهم، يقيم العدل، يطبق الشرع، يمحي الظلم بينه، ما في ظلم في زمانه. لكن هذا المهدي المنتظر مختصر بسيط وسريع مرة 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 مرة. هذه العلامات. نؤمن، نعم نؤمن بالشيء هذا، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تثبت على الشيء هذا. يعني يكون من عامة الناس ثم بعد ذلك يفتح الله على قلبه وتجتمع الأمة عليه.